انا هناء وده مطبخي. هنعمل النهارده الفراخ بطريقه سهله وحلوه وبتبقى زي الجاهزه بالظبط وعايزاكم تجربوها وتقولي لي رايكم ايه. معانا بصلتين هنحطهم في الكبه كده متقطعين ونفرمهم، وهنحط عليهم كمان طماطمتين. هقول لكم كده الطريقه بالراحه علشان تقدروا كلكم تنفذوها. هنا حطيت انا فصين توم، هنضرب بقى كل الحاجات ديت مع بعض كده وبعد كده هنبهر بقى الحاجة دهيت، هنحط بقى عليها البهارات بعد ما نضرب الطماطم والبصل والثوم. طريقة بقى حلوة قوي، بتبقى زي الفراخ السوري كده لان انا هحط عليها زبادي، وبتبقى كمان الانسجة طرية قوي، وخاصة لو تبلناها وحطيناها في التلاجة كده فترة. يعني اللي ما عندهوش وقت يا دوبك حتى يعني اقل حاجة يحطها ساعتين. بص انا ضربت اهوت الطماطم والثوم والبصل مع بعض، فرمتهم فرم كده مفرومين جامد ناعمين يعني. هحط بقى عليهم بقية المكونات، بس لازم ننزل كل حاجة من الكب. هنحط بقى عليهم علبة زبادي، انا كان عندي عاملة زبادي، علبة زبادي كبيرة، بتخلي بقى الفراخ في حتة تانية خالص، وبتخلي طعمها حلو وبتطريها كمان، بتبقى حلوة جدا وبتخلي لونها كمان حلو. هنا معايا ليمونتين، عصير ليمونتين حطيتهم، بابريكا مدخنة برضو بتبقى حلوة قوي مع الفراخ. هنا ديت حبهان، رشة حبهان كده، ورشة بهارات 7، بتبقى حلوة برضو مع الفراخ. ان شاء الله ابقى انزل لكم طريقة البهارات ال7. هنا معانا ملح وفلفل تملحه حلو، ومعانا ورق لوري. ندعك بقى كل الخلطة ديت كده جامد جامد عشان البصل ينزل ميته كده والطماطم، ونعرف نتبل ايه الفراخ حلو، وتشرب بقى الفرخة من المكونات ديت كلها، ان شاء الله تعجبكم. بصوا اهي بدعكها كده اهوت لغايه ما تنزل العصاره بتاعتها. هنا بقى فرختين كده، الفراخ المشويه لازم تبقى محمله، تبقى كبيره، يعني تجيبوها كده 2 كيلو وربع ولا حاجه، عشان لما تتنضف تبقى 2 الا ربع كده، هو اقل حاجه كيلو ونص، ما تجيبوش اقل من كده عشان الفراخ ما تنشفش. هنا بقى نعمل بقى مساج للفرخه من كل حته وتحت الجلد وكده، نشربها كده كل الخلطة اللي عندنا دي. تفضلوا بصوا تدعكوا فيها كده، ده كده انا بعمل لكم باختصار، لكن لما تفضلوا تدعكوا فيها وتشربوها هتلاقوا طعم اللحم نفسه بتاع الفرخة متبل كده وجميل. هنا بصوا انا خلاص تبلت الفرخة الاولانية وباخد الفرخة التانية. بصوا انا هنقلها عشان اعرف اتبل الفرخة. بصوا بقى هنعمل برضو مع الفرخة التانية زي اللي عملناه مع الفرخة الأولانية، ندعك بقى فيها من بره ومن جوه، ونبقوا فاصلين الجلد عن اللحم وكده، ونحط بقى من جوه الخلطة دي، هتلاقوها بقى طعمها ولا أحلى، أحلى من بتاعة بره كمان. بصوا ونسيبوها بقى، اهم حاجة نسيبها كده وقت كبير. انا سبتها من بالليل للصبح، لكن اللي عنده وقت يسيبها، اللي ما عندهوش يعني اقل حاجة ساعتين 3. بصراحة بتبقى حلوة قوي قوي وطعمها جميل ورائع، وان شاء الله هتجربوا الطريقة ديت وتقولوا لي رأيكم ايه. وطبعا يعني منظر الفرخة في الصورة بيتكلم عن نفسه. بصوا تحطوا كده، بحط البصل تحت الجلد بيخليها ولا اروع بصراحة. ادي تبلنا اهو الفرختين، هسيبهم بقى انا كده ايه في التلاجة. انا بقى عندي هنا الحامل بتاع الفرخة ده اللي بتقعد عليه الفرخة، وعندي واحد بس، فالتانية هنسكت؟ لا طبعا ما ينفعش نسكت، نروح جايبين ازازة كبيرة ومليانها مية، ونقعد الفرخة عليها كده هو زي ما انتوا شايفين، وهحط التانية على الحامل اللي عندي. لكن انا بعد كده خلي بالكوا عشان الفراخ كبيرة، نقلت كل واحدة في صينية لوحدها، لان بعد ما دخلت الفرن، يعني انا هوريها لكم هي في الفرن، بعد ما دخلت الفرن كانت عايزة برضو حتت تتحمر، لان الفرختين كانوا جنب بعض قوي.
ادي اهوت قعدنا، انا بس بوريكم الطريقه ان انا قعدت الفرختين على جنب، لكن انتوا لو عندكم الصينيه كبيره اوكي يعني، بس انا كنت حاطه الصينيه الصغيره دي. بصوا، لا انتوا بقى حطوا كل واحده في صينيه. وادي هي تبصوا بقى لونها جميل جدا جدا ومستويه وحلوه، وتفضلوا بقى تقلبوا فيها من كل ناحيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه.